شايفين الميني باسكت ده؟ تعالوا هنعمل بيه النهاردة فكرة حلوة قوي ومش مكلفة خالص. بدأت ان انا اقص يد من اليد بتاعة الباسكت وسبت اليد التانية لانها هحتاجها، وبعد كده جبت خيط الكردون الزجزاج ال4 ملي وهبدأ اثبت اول صف بس بالشمع، وبعد كده هعتمد على لف ايديا. وده بقى الفرق ما بين الفكرة اللي بنعمل لها اعادة تدوير او اللي بنعملها هاند ميد، ان الفكرة دي ما بتاخدش معانا شمع خالص وكمان ما بتاخدش معاكي وقت. بس طبعا ضروري جدا ان القاعدة نكون كل خطوة بنمشيها بنثبتها بالشمع. هنا الباسكت كان جاهز معايا، او البوت اللي انا عملتها على الباسكت كانت جاهزة. بعد كده هجيب الشلال وهبدأ ان انا اثبته في البوت اللي معايا. وهنا بقى الفكرة كانت جاهزة معايا بجد، شكلها امور جدا. وانا بقى كنت عاملاها عشان اعلقها على الشماعة اللي عندي في المطبخ. كنت حاسة ان البوت الخيش ما كانتش لايقة مع الديكور اللي انا عاملاه او الالوان اللي انا عاملاها. ما تنسيش تكتبيلي رأيك وسيف وشير ونعمل متابعة.